السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده روتين جديد في الساعة بقى اللي احنا فيها دي. الجو اليومين دول برد جدا، واكيد في مصر برضو برد قوي، يعني سمعت تقريبا ان الجو برد قوي. اه، في السعودية، بس يعني المكان اللي انا فيه تقريبا بيبقى برد طول السنة. ما علينا بقى. نعمل مع بعض حاجات حلوة كتير قوي في الفيديو ده. نعمل محشي ورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة، هيبقى طعمه تحفة. وكمان هنعمل بليلة، طبعا أنسب حاجة تنفعنا في الشتا ده. شوية بليلة كده ناكلهم وهما سخنين، يدفونا. بصوا يعني تحفة. استراحوا معايا بقى في الفيديو ده، وإن شاء الله تجربوا كده وهتعملوا أحلى بليلة. هنعمل محشي ورق العنب باللحمة. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة خالص، تتبيلة بسيطة للحمة بس هتخلي طعمه تحفة. وكمان الورق العنب بصوا مش بنحط عليه طبق ولا أي حاجة، بس هيطلع سليم خالص، مش هيتهري ولا يتفكك معانا. أهم حاجة بقى تدوا معايا كده الفيديو، وطبعا حطوا لايك واشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، وقولوا رأيكم في الكومنتات إن الوصفة عجبتكم ولا لأ. ولو بتحبوا النوع ده من الروتينات يا ريت برضه تقولوا لي في الكومنتات. اول حاجه كده معايا دي حبوب غله اللي هي القمح. ابتديت ان انا انضفها كده، لو فيها طوبه او طينه او اي حاجه هبتدي ان انا انضفها، اشيلها يعني منها. وبعدين هبتدي ان انا اغسلها بقى كويس جدا، يعني اغسلها كده كذا مره لحد ما احس ان الميه بتاعتها بقت نظيفه وشفافه كده. بعدين هحط عليها ميه واسيبها لتاني يوم. يعني انا بقى ابتديت معاكم الروتين من بالليل. ابتديته كده بالليل. نقعت بقى القمح، وبرضه جهزت المحشي عشان انا يعني الايام دي احنا اجازه، فبنام يعني بسهر براحتي وبنام لوقت متاخر بالنهار. فطبعا بكون بصحى اجهز الغدا على طول، يعني من غير ما افطر ولا اي حاجه. هنعمل بقى المحشي. حله فيها زيت، ضفت بصل، ومجرد ان هو دبل معايا كده يعني حوالي دقيقتين، سبته بس على النار. ضفت عليه حبة من الفلفل الأخضر، قطعتها لمكعبات كده صغيرة، وضفتها على البصل. بسيبها بقى لحد ما تاخد لون ذهبي جميل كده. بعدين بضيف معلقة من الصلصة، وطبعا لو الطماطم عندك حمرا كالعادة، يعني زي ما بقول لحضراتكم في كل الفيديوهات، ما نزودش الصلصة. ضفت بقى الطماطم وقلبتها كده مع الصلصة، وبعدين هضيف البهارات دي انا بحب ان انا اضيفها على المحشي. عبارة عن كزبرة ناشفة، فلفل اسمر، كمون، بضيف شوية كده من السكر عشان الحموضة. بضيف مكعب من مرقة الدجاج. بضيف كمان نعناع، بحب جدا النعناع في المحشي، يعني دي حرية شخصية طبعا. بغطي عليها واسيبها لحد ما تتسبك. حل على النار، ميه مغليه. اول ما بتبتدي ان هي تغلي كده، ضفت عليها ورق العنب. الورق ده ماما ربنا يخليها لي مفرزهولي، يعني ما بنزل مصر باخده بقى معايا كده. بصراحه يعني بينفعني جدا، علشان انا مش بحب اللي هو المعلب. وهي بتجيبهولي وبتفرزهولي، بتحطولي كده في ممكن في اكياس اللي هي الاسترتش راب، تغلفوا بيه من غير ما تسلقوا ولا اي حاجه وتحطه في الفريزر، او ممكن ورق ابيض وتحطي فيه ورق العنب وتلفيه كويس وتدخليه الفريزر. بيقعد معاكي من السنه للسنه. هنا بقى الورق مجرد ما بياخد لون، يعني بيغير اللون بس بتاعه كده، ببتدي ان انا اشيله على طول. طبعا بحطه على مصفى. ولو حسيتي ان الورق معاكي مستوي قوي، اشطفيه بس شطفة كده من المية علشان يقلل نسبة السوى بتاعته. هنا الصلصة اتسبكت، واعرف ازاي ان هي اتسبكت، ان هي بتخلي الدهون بتاعتها بتبقى كده على الوش. اول ما تبقى على الوش بقى، طبعا بكون مظبطه الملح وكل حاجه وحطيت البهارات، ببتدي ان انا اضيف رز مصري غسلاه كويس. ابتدي ان انا انزله في الصلصه. وبعدين انا بحب ان انا افضل اشوح فيه حوالي من 3 ل 5 دقايق كده. طبعا كل واحد وحريه شخصيه، بس انا الرز مش بيعجن معايا، مش بيتكسر ومش بيستوي طبعا في الحركه دي. انا بخليه يتشوح كده وبيخليه مفلفل وتحفه. يعني انا طول عمري بعمله كده، وبصراحة بيطلع نتيجته هايلة جدا. واخر خطوة خالص ببتدي ان انا اضيف الخضرة، وعبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. طبعا ضيفي الخضرة بقى والكمية اللي انت حباها، وطبعا على حسب كمية المحشي اللي انت عاملاها. مجرد دقيقة واحدة بس، وبطفي عليها، وبتفضل معايا باللون الاخضر الجميل ده، ولا بتدبل ولا يعني بتدبل كده، ولا لونها بيغير ولا اي حاجة، بتفضل لونها اخضر جميل كده زي ما حضراتكم شايفين. باطفي عليها وباقلبها بقى كويس. وبعدين بافضّيها بقى في صينية كده، علشان يعني الرز يبتدي إن هو يبرد معايا شوية عشان أعرف أحشيه.
باجيب بقى ورق العنب، الورقة كده على الناحية اللي هي الخشنة، وبابتدي إن أنا أحط كده شوية رز، ما كترش الرز عشان الرز معايا ما يبتديش إن هو الورقة تستوي والرز يفضل معايا مش مستوي من جوه. أحط كمية بسيطة وابتدي إن أنا أحشي وأفرد كده الصباع زي ما حضراتكم شايفين، زي ما انتوا شايفين بالظبط. أكيد يعني الصورة واضحة غير اللي أنا بشرحه طبعا. ابتدي إن أنا ألف ورق العنب كده. ولو عايزين مني طريقة مفصلة لمحشي ورق العنب ان انا يعني ازاي احشيه وكده، قولوا لي في الكومنتات وان شاء الله هعمله لكم برضو. خلص بقى كل كمية المحشي عشان طبعا مش هقدر ان انا احشيه وانا واقفة. نقعد بقى كده على الارض ونبتدي ان احنا نحشي المحشي ده. انا من الناس اصلا يعني انا جهز الصلصة وكل حاجة، بس ما بحبش ان انا احشي بجد، يعني انا بطيئة جدا جدا في المحشي. يعني بصوا اكتر حاجة ما بحبهاش ان انا افضل الف الورق كده. بعد ما خلصت بقى كمية المحشي كده، ابتديت ان انا اجهز معاكم اللحمه دي انا بحب ان انا ارص كده لحمه تحت المحشي. وطبعا احنا ممكن نعمل المحشي من غير لحمه ومن غير اي حاجه خالص، يعني ناكله كده هيبقى تحفه جدا. اعملي المتاح عندك والمتوفر. ما تقفيش على اي حاجه يعني تقولي انا مش عندي مثلا لحمه فخلاص مش هعمل المحشي ده. لا طبعا، مش متوفره عندك خلاص استغني عنها خالص. واعملي المحشي بس من غير لحمه وهيكفي يعني هيوفي بالغرض. وكمان هتبقى وجبه تحفه، يعني احنا كلنا طبعا بنحب المحشي وبالذات بقى لما يكون الجو بيمطر والجو ساقعه، فبنحب ان احنا نعمل محشي. معايا دي لحمه، اهم حاجه تكون شرايح كده رفيعه اللي هي لحمه بفتيك. ابتديت ان انا اقطعها لكل واحده اتنين كده، علشان دي طويلة يعني أعرف إن احنا نعرف ناكلها مثلا. وكمان أعرف أرصها في الحلة من تحت. هجيب بقى طبق ومعايا كده عشان نتبل اللحمة. معايا طماطماية كبيرة كده، بشرتها، وبعدين شلت منها القشر. معايا بصلة بالمية بتاعتها. ومعايا 3 فصوص من الثوم. معايا معلقة كبيرة من الخل، والبهارات عبارة عن زنجبيل ومعايا كمون وشوية كده من الفلفل الأسمر، ومعايا البهارات السبعة أو بهارات لحمة. لو عندك جوز الطيب ضيفي يعني بشرة بسيطة كده. وملح طبعا. واقلب بقى كل التتبيله دي كلها كده مع بعضها، وبعدين احط فيها قطع اللحمه. ابتدي ان انا اقلب بقى اللحمه دي كلها كده مع بعض. كمان انا ضفت بابريكا نسيت اقول. اقلب بقى اللحمه دي يعني خليها كلها كده تتبل مع بعضها. وطبعا كل الحاجات دي انا مجهزاها من بالليل. فطبعا انت لو عند الوقت بقى بالنهار اعمليها. وطبعا الفكرة دي حلوة عشان رمضان ان احنا برضو نجهز الحاجات دي من قبلها بالليل. فنصحى كده براحتنا وكمان نجهز براحتنا، ما نبقاش متسربعين كده، ما نبقاش حاسين ان احنا بنجري ورا بعض عشان نجهز الفطار بسرعة. فممكن ان احنا نعمل برضو الخطوة دي من بالليل. تبلت بقى اللحمة وابتدي ان انا اغطيها كده بستريتش راب واسيبها في التلاجة لتاني يوم. تدي طعم حلو قوي. كمان احنا ممكن نتبلها ونستعملها في نفس الوقت، يعني عادي خالص، يعني مش لازم ان احنا نتبلها ونسيبها وقت. وممكن انك مثلا تعمليها قبل ما تبتدي ان انت تلفي ورق العنب، وتسيبيها كده شوية في التتبيلة. تاني يوم بقى ابتديت ان انا في طاسة كده حطيت معلقة من الزبدة. وبصوا يعني الطاسة كانت سخنة قوي، فالزبدة ابتدت ان هي تغير اللون بتاعها. بس مش هيأثر خالص على اللحمة ومش هيغمق اللحمة خالص. لحقت يعني الموقف. هنزل بقى فيها قطع اللحمة، واهم حاجة ان احنا نفضي اللحمة من اي قطع بصل او طماطم عليها. يعني ننفضها جدا او نمسحها كده علشان البصل ما ينزلش معايا ويتحرق. طبعا النار بتكون عالية، ومجرد ان هي تاخد لون كده من الجنبين يعني بتاخد صدمة كده، انا مش بسوي اللحمة تبتدي ان هي تستوي مع المحشي. طبعا لو انتي مش عندك لحمة زي دي، ممكن انك اللحمة اللي هي القطعة هتسلقيها 3/4 سوا. وبعدين هتبتدي انك تصفيها من الشوربة وتتبليها بنفس التتبيلة دي، هتديها نفس الغرض وهتقضي نفس الغرض بالظبط ونفس الطعم. خلصت بقى كل كمية اللحمة وكمان المحشي هنا معايا جاهز. انا كنت خلصته برضو من بالليل ولفيته وغطيت الصينية كده بستريتش راب حطيتها في التلاجة. ابتديت ان انا حطيت شوية كده من الورق، ورق العنب اللي هو مش حاشياه في الأرضية. وبعدين حطيت قطع اللحمة وبعدين رصيت بقى المحشي زي ما حضراتكم شايفين كده.
بعدين كان عندي بقى شوربة في الفريزر كده. فاللي عندِك ولو مش عندِك خالص شوية مَيّة وهتحطّي عليها مكعب من مرقة الدجاج وشوية بقى توابل، فلفل أسمر، كمون، وتغليهم غلوة على النار وبيكون كده جاهز معاكِ شوربة. ابتديت إن أنا يعني أسقي بقى المحشي، وطبعًا المحشي أنا باسقيه لحد أول صباع كده. أنا عندي المحشي أو أي أكل عمومًا بياخد سِوَى كتير عن الأكل اللي إحنا بنعمله في مصر، يعني المحشي ده مجرد إن هو بس بيشم البخار في مصر بيستوي، هنا عندي بيقعد ساعتين على ما يستوي يمكن أكتر كمان. ف فالمكان اللي أنا قاعدة فيه بياخد يعني علشان هو مرتفع شوية فبياخد يعني سِوَى كتير، كل حاجة بتاخد سِوَى، يعني مش عارفة بصراحة إيه المكان ده. وعملت كمان شوية لسان عصفور، وهنا المحشي غلى معايا وطّيت عليه وسِبته لحد ما استوى تمامًا، تمامًا، يعني خلاص بقى تحفة كده. وجهّزت بقى شوية سلطة، ومعايا شوية مخلل وخلاص كده الأكلة فُل أوي، يعني حلوة جدًا، جدًا. تعالوا معايا كده بألف هنا على قلوبكم يا رب. هنا بقى بُصّوا المحشي زي ما حضراتكم شايفين كده، ابتديت إن أنا جِبت صينية وهابتدي إن أنا أنزّل بقى عليها المحشي كده، طبعًا يعني إحنا كلّنا هناكل بقى من صينية واحدة، وكمان أبتدي إن أنا أشيل الورق ده اللي هو كان على اللي أنا حطيته في الأرضية علشان اللحمة مش تتحرق ولا المحشي. فهابتدي إن أنا أشيله كده بيتشال معايا بكل سهولة خالص. بُصّوا أصلًا شكل المحشي يفتح النفس. أنا جوّعتكم والله وأنا عن نفسي جُعت. يعني من أفضل المحاشي اللي أنا باحبها جدًا، يعني حلوة أوي. كنت زمان باحب البتنجان، ما كنتش باكل إلا هو بس، لحد من كام سنة قريب كده ابتديت إن أنا يعني أجرّب بقى إن أنا أدوق المحشي والكرنب وأدوق ورق العنب. بصراحة لقيت نفسي فايتني كتير أوي، فحلوين جدًا. جرّبوا الطريقة دي هتعجبكم أوي، أوي. طريقة سهلة وبسيطة، وكمان بُصّوا المحشي دايب دوب. بُصّوا الصباع ما فيش ولا واحد فك، مع إني ما حطيتش طبق على الوش ولا أي حاجة، والصباع زي ما هو بالضبط زي ما إحنا حشيناه. أهم حاجة إن إحنا نلف المحشي كويس ونضغط عليه كده علشان يطلع معايا زي ما حضراتكم شايفين. وكمان اللحمة دايبة جدًا، جدًا ومستوية خالص، طعمها رهيب، تتبيلة بسيطة بس مخلية ريحتها تحفة، قلبت الشارع أصلًا، ريحتها حلوة جدًا، جدًا. نبتدي بقى بعد كده إن إحنا نسلق البليلة. إحنا كده خلصنا الغدا، نسلق بقى البليلة علشان يعني نحلي بقى بعد الأكل، وكمان حاجة بقى تدفينا بقى. مَيّة مغلية، حطيت البليلة، أنا هنا هاسلقها في حلة الضغط فهي مش هتاخد معايا إلا نُص ساعة بس. مجرد إن هي بتغلي باغطيها بقى بالغطا بتاع حلة الضغط وباسيبها تستوي نُص ساعة بالضبط، وكانت استوت معايا. الحبوب دابت جدًا، وكان يعني هي مش اتهرت لأ، بس هي مستوية، يعني الحباية زي ما هي بس هي مستوية زي ما أنتم شايفين كده. هافضّيها بس في حلة تانية علشان أبتدي إن أنا يعني أكمّل بقى السِوَى بتاعها يعني. طبعًا في ناس بتستكفى بالخطوة دي وبيحطّوا بقى بيغلوا لبن اللي هو الحليب وبيزوّدوا سُكّر على حسب الكمية اللي هُم عايزينهم وياكلوه هو بلبن كده، بس أنا لأ، أنا باحب إن أنا أزوّد الحليب على بعضه كده وبعدين بازوّد السُكّر، وطبعًا السُكّر على حسب الرغبة، يعني أنا ضِفت هنا نُص كوباية من السُكّر. ودُقته لقيته محتاج كده كمان شوية، زوّدت كمان معلقتين من السُكّر. باسيبه بقى لحد ما السُكّر بيدوب وهو بيغلي زي ما حضراتكم شايفين. بعدين باكون مجهّزة نشا وعليها كده شوية من الحليب وبادوّبهم مع بعض وأفضّيهم على البليلة بتاعتنا. أنا باحب إن أنا أتقِّله، باحبه كده. ففي ناس ما بتحبش إن هي تضيف خطوة النشا وبتحب إن هي تاكله بالحليب كده وعليها شوية سُكّر وخلاص. طبعًا دي يعني أذواق، بس أنا باحب بقى جدًا الطريقة دي. هابتدي إن أنا أفكِّك كده علشان أنا ضِفت طبعًا النشا وعشان ما تتكتِّلش وتخلّي كُلّه كُتلة واحدة، فافكِّكه كده كويس. وبعدين مجرّد إن هو بيبتدي إن هو يتقل حاجة بسيطة، يعني أنا مش باتقِّله نجمّده كُلّه، لأ أنا مجرّد إن هو بس باربطه كده مع بعض وبس بيبقى طبعًا الحليب باين فيه ويكون برضه يعني محتفظ بقوامه ومش تقيل كده، فبيكون دي القوام اللي أنا عايزاه، بيكون من قوام ممتاز وحلو جدًا، جدًا. بُصّوا هنا تقل معايا زي ما حضراتكم شايفين، مش تقل يعني تقل جدًا زي المهلبية كده أمّا بنكون عايزين نتقّلها أوي، لأ ده القوام اللي أنا عايزاه. فخلاص كده هابتدي إن أنا أطفي، وبعدين هابتدي إن أنا أغرفهم على طول في أطباق التقديم. زي ما حضراتكم شايفين كده ده القوام اللي أنا قصدي عليه. خلاص كده هنا طفيت
بس اللي طبعا احنا لازم نسيبه يعني حوالي دقيقتين 3 كده علشان برضو النشا تستوي معانا. يعني انا اسيبه على النار ومع التقليب طبعا علشان ما يلزقش معايا في الحلة من تحت، وكمان ما يتقلش اكتر، ما يتكتلش كده. فافضل اقلب فيه واسيبه كده دقيقتين لحد ما النشا بس تستوي معانا، يعني مش اول ما احط النشا اطفي على طول. هابتدي بعد كده إن أنا أغرف بقى في أطباق التقديم كده، وبصوا القوام تحفة، طعم يجنن. جربوها هتعجبكم جدا جدا. حاجة سهلة وبسيطة خالص، مش مكلفة أبدا. هو بس الحليب يعني أكيد كلنا بنشتري حليب، فطبعا دي حاجة هتغذي أولادنا جدا، حاجة مفيدة جدا جدا. هتعجبهم قوي وهتدفيهم بقى في الشتاء ده. نتفرج بقى على التلفزيون كده وكل واحد يمسك طبق ويتسلى بيه كده، هيعجبهم قوي وكمان هيدفينا في البرد ده. طبعا احنا كلنا عارفين ان الجو برد قوي الايام دي. فيعني انا اصلا من الناس اللي ما بتحبش البرد، انا كائن صيفي، يعني انا بحب الصيف جدا جدا. الشتا ده بحس فيه ان انا متضايقه ومحبطه ما علينا يعني. فاحنا نعمل بقى الحاجات اللي هي ايه تدفينا. بصوا عملت معايا كمية محترمة زي ما حضراتكم شايفين كده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وقولوا رأيكم في الكومنتات، وشيروا الفيديو لاصحابكم، واشوفكم فيديو جديد، ومع السلامة.